اصغر كاميرا اكشن على مستوى العالم. ده التقدم في الكاميرات يا جماعه، دي اصغر كاميرا على مستوى العالم. دي بالظبط قد عقلة الصباع. بص حجم الكاميرا عامل ازاي. طب اقول لك حاجه حلوه، بس مش هو ريفيو، ما تصورنا. اصغر اكشن كاميرا في العالم، تشيس ادفنتشر. ممكن كمان ان انا اخد الكاميرا كمان واعلقها كسلسله. عندنا تايم شيفت والتايم لابس واتش دي ار فيديو عشان اقدر اصور الشوارع اللي موجوده كلها. العلبة عبارة عن ريموت كنترول وشاحن كذلك نقدر نستفيد منه. قد عقلة الصباع، عقلة ونص كده. الكاميرا بتصور قدامي، فيها أكتر من سيتنج. بيور شوت دي خاصية في التصوير أعلى من الصور العادية، دي الصور العادية. واقدر ان انا اصور بيها كده في الشارع، اي مكان في الشارع لو انا حابب ان انا امشي واصور فيديوهات. برو فيديو أحلى سيتنج للفيديو فيها، بيوصل ل 60 فريم بير سكند، 1440. كاميرا مساحتها بتكون بيلت ان، ما فيهاش ميموري، يعني ما نشغلش بالنا ان احنا ركبنا ميموري فكنا ميموري. هي بيلت ان، في منها اصدارين 32 جيجا و64 جيجا. دي ال 64 جيجا. بص عامله ازاي، فيها مغناطيس قوي جدا. وبطاريتها زي ما احنا قلنا هي كده شغاله، ممكن على المغناطيس نستخدمها وايدينا حره. دي تقدر تاخدها وتتصور بيها في اي مكان. لو انت بتتكسف انك تقف قدام الكاميرا، او انت بتقدم محتوى وخايف ان انت تاخد تليفونك وتصور بيه كاياك، بادل، اي حاجه ممكن تتخيلها تقدر تثبت الكاميرا عليها وتتعامل في اي مكان خارجي. الكاميرا دي هتساعدك ان انت تصور المحتوى بتاعك. بيجي معاها اكسسوارات جميله جدا عشان الزوايا الصعبه. الكاميرا دي فيها تايم لابس، تقدر تاخد بيها فيديوهات، تقدر تاخد بيها صور. معاها حاجات تانية بتيجي برضو عشان نقدر نعمل لها ماونتنج على لو احنا بنلعب رياضه او اي حاجه او كده. هنا تقدر ان انت تشحن الكاميرا. ده مشبك كليبس بتركب على الكاب لو لابسين كاب، ونقدر نتحكم في زاويه الكاميرا هي فين او بتعمل ايه. الكاميرا دي تعتبر احسن كاميرا رياضيه لو انت بتجري في الشارع. او بطاريه لو خلصت هنا نقدر نرجعها على بيتها تشحن نفسها تاني. شايفين هنا البطاريه فل، لو هي ناقصه تبدا تشحن تاني كده. نعمل تقدر تاخد بيها حاجات كتير جدا. في حاجات كتير جدا هتفهمها في الكاميرا بعد كده. انستا 360 هي ارنوبه، الكاميرا الارنوبه. دي البيز اللي بتلزق عليها الستيكر بتاع ال 3M، ودي الماونتات بنركبها فيها والكاميرا تتحط ونقدر نجيب بقى الزوايا المستحيله. انت بتجري بعجله، الكاميرا دي تقدر تاخد بيها جوده فيديو وثبات عاليه جدا. نقدر نستخدمه والكاميرا تصورنا. اول ما نزلت الكاميرا اتسوقت ان هي شبه حيوان ما. هل نقدر نخمن ايه هو الحيوان؟ ها؟
ايوه صح، ارنوب. هي ارنوبه، الكاميرا الارنوبه. وفي نفس الوقت ده يكون حامل، نقدر نستخدمه الكاميرا تصورنا في اي مكان. ممكن ده ال 3 ام، لازم 3 ام عشان لو القاعده موجوده بس. جاي اصورك وانت بتصور. الله اعلم شايفينها ولا لا. مع حاجات تانية بتيجي برضو. لو احنا بنلعب رياضة او اي حاجة او كده، كاياك، بادل، اي حاجة ممكن تقدر تثبت الكاميرا عليها وتتعامل. 3 ام، نزل 3 ام عشان هو بقى كان بيعمل ايه، بيجيب اللقطات بتاعتها اللي هو ايه، زي مثلا ايه، حطها على السيلفي ستيك ومشيها هنا. يعني هو حطيتها جوه علبة التمر، خد تمرايه من جنبها او الرف اللي هي الاماكن الصعبة وبيسحبها بقى كده او كده اهو، فهي بتيجي بين العلب بتاعت الحاجات. مش قادر امشي ان انت تصور بيها تايم لابس ولا مش مشكلة. 3 2 لان هي دي الحاجات اللي تتحط